السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. النهاردة وصفة حلوة قوي للبنات اللي عايزة تفتح الاماكن الحساسة وكمان تزيل رائحة العرق القريح. الوصفة ممتازة جدا جدا، اي بنت تقدر تطبقها. مكوناتها بسيطة قوي قوي وبكل مصداقية، ريحتها فواحة للجسم. يا ريت يا بنات تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناة. اول حاجة هنستخدم اي نوع بودرة من بتاعة الاطفال. اي نوع بودرة عندك هنستخدم البودرة دي. انا عايزه اعمل وصفه للعرايس اللي انا وعدتهم ان انا هعمل لكم وصفات الفتره الجايه هتعجبكم جدا. هنعمل الوصفه دي تحفه. هناخد معلقه كبيره من بودره الاطفال، وانا مش بقولك نوع معين، انت تقدري تجيبي اي نوع بودره عندك. وانا طبعا بحب استخدم الوصفه دي لنفسي جدا جدا. هناخد معلقه منه كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده هيكون معانا بودرة المسك، بتجيبيها من عند العطار، وهناخد منها معلقة كبيرة. بودرة المسك دي يا بنات ريحتها فواحة جدا، بتدي رائحة طيبة للجسم اكتر فترة ممكن تتخيلي، يعني ممكن تفضلي باليومين ريحتك حلوة جدا. هناخد معلقة صغيرة من نشا الذرة، وكلنا عارفين نشا الذرة بتفتح البشرة قد ايه. وبرده بودرة الاطفال مع النشا سحر تحت القابط والاماكن دي كلها. هنقلب كده المواد الجافة مع بعض، ويا ريت تعملوها زي ما انا بعملها بالظبط علشان تجيب معاكم نتيجة سريعة جدا. بعد كده انا بحب استخدم الزيت ده بالذات، اللي هو زيت جونسون، زي ما احنا شايفين كده يا بنات، حلو جدا. وانا بحب استخدمه برائحة البنفسج، في منه 3 روايح. هاتي اللي بزهرة البنفسج ده، ريحته حلوة قوي قوي. تمام كده، بتبقى ريحته يعني ايه، الريحه بتاعته عاليه شويه عن لان هو فيه منه 3 روايح. رائحه البنفسج حلوه جدا. هتحطي منه كميه كده مش قليله، يعني معلقتين كبار، وتحاولي تقلبي الماسك ده او الوصفه دي على بعض. طب احنا عايزين حاجه بقى كلكم عارفينها، يعني مش انا بجيب حاجه او بخترع حاجه من عند زيت السعد، بتجيبوه من عند العطار، بيقلل نمو الشعر جدا. اظن اصغر بنت دلوقتي عارفة يعني ايه زيت السعد لازالة الشعر. ازالة الشعر، ادخلي على اي موقع وابحثي على فوائد زيت السعد او زيت النمل. اوكي، ادخلي ابحثي كده على جوجل بيعمل ايه في ازالة الشعر. لما بنحط الوصفة دي بقى على بعضها، لو انت عندك شعر غزير تحت القبط في الاماكن الحساسة، هتستخدمي الوصفة دي بعد الشاور، تحطي كده تحت القبط. عارفة بعد شهر بالظبط، شهر بالظبط، السواد ده كده كده بيروح في اقل من اسبوع، ولكن الشعر ده في شهر ما بتلاقوهوش طلع خالص زي في الاول، بيخف مرة عن مرة كده. الوصفة حلوة قوي للعرايس اللي انا وعدتهم بوصفات للفترة الجاية، وان شاء الله الوصفات اللي عاملها لكم الفترة الجاية دي هتبقى هدية مني للعرايس المقبلين على الزواج. بس يا ريت تحطوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، واحفظوا الوصفة دي في برطمان نضيف كده، وحطها عندك في الحمام واستخدميها، ما بتفسدش خالص يا بنات. يا ريت بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.